السلام عليكم، عاملين ايه؟ انا اسراء، اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون عباره عن مكياج الامتحانات. بما ان احنا في موسم امتحانات كده، فقلت هتبقى فكره حلوه ان انا انزل لكم مكياج سريع او بسيط كده تعمليه وانتي رايحه الامتحانات، او لو انتي حتى لو مش بتحبي تحطي مكياج بس عايزه حاجه خفيفه كده وتداري العيوب او الهالات السوداء، فالفيديو ده هيبقى مناسب جدا ليكي. فلو انتوا عايزين تعرفوا انا بعمل ايه علشان مكياج الامتحانات، تابعوا الفيديو اللي هيتاخد. بستخدمها بعد ما اغسل وشي وارطبه واحط واقي الشمس، ضروري واقي الشمس. بستخدم البرايمر ده من فيري مي من اوريفلام. البرايمر ده اسمه بريب مي بيرفكت. انا بصراحه مش عارفه هو المفروض يعمل ايه، مفيش حاجه على العبوه مكتوب ان احنا يعني هل هو بيداري المسام ولا هو بيطول المكياج ولا ايه. فانا مش عارفه بالظبط هو المفروض يعمل ايه، بس انا بحس ان هو المفروض يعمله يعني ان هو بيهيئ البشرة وبيخلي البشرة ناعمة للمكياج او للفاونديشن اللي هيتعمل بعد كده. برضو من الحاجات الجديدة عليا، انا ما استخدمتوش قبل كده فمش هقدر اقول رأيي فيه الكامل غير لما استخدمه قوي، لكن هو لحد دلوقتي ما عمليش اي مشاكل ودي حاجة كويسة، لان الحاجات الجديدة ممكن تعمل مشاكل، يعني تطلع حبوب او ما تكونش مناسبة للبشرة، بس ده ما عملش حاجة فان شاء الله يبقى حلو. ده من اماندا، اللي هو نود لوك فاونديشن ده للبشرة الدهنية. عملت عليه ريفيو كامل، فلو كده اتفرجوا عليه، خشوا القناة بتاعتي واتفرجوا عليه. الفيديو سوري، الفاونديشن ده انا بستخدمه بس للهالات السوداء اللي تحت العين، علشان هو تقريبا يعني لون بشرتي، فهيبقى مناسب جدا وبيغطي بيغطي الهالات وكده، علشان بحطها بس على الهالات مش بحط على كل وشي، علشان يعني مش بحب الوش اللي هو اللي متغطي كل عيوبه في الصبح والامتحانات. يعني بكون مستعجله وكده، فما بحبش احط فاونديشن لكل وشي، بس بحط الهالات السوداء لاني انا عندي هالات سوداء كبيره كتير يعني، فبداريها بالفاونديشن. حتى لو معاكي كونسيلر بس يكون نفس درجه بشرتك هيبقى مناسب، بس انا معايا ده وعجبني فبستخدمه علشان اثبت الفاونديشن بتاعي او الكونسيلر بتاعي، او كمان عشان اوحد لون البشرة بستخدم البودر دي من اماندا. البودر دي درجاتها 17، درجتها حلوة يعني على بشرتي. بتوحد لون البشرة، مش بحتاج ان انا يعني بحس ان هي بس لوحديها ممكن تداري او هي مش هتداري اوي، بس هي هتوحد لون البشرة وتخلي لون بشرتك كله لون واحد، فانا بستخدمها في كده يعني. انتي ممكن تستخدمي اي بودرة عايزاها او البودرة اللي معاكي، مش لازم بودرة اماندا. وبعد كده بحط البلاشر ده من اماندا اللي هو من مجموعة ميس ميلانو. البلاشر ده درجة 7. اي بلاشر انت عايزاه، انا يعني انا بقول لكم الطريقة بس المنتجات اللي عندك، يعني انت مش لازم تنزلي تشتري البلاشر ده والدرجة دي، لا اي بلاشر انت عايزاه او حباه ومرتاحة عليه هاتيه. بس انا هو ده اللي بقوله، البلاشر ده انا مش بحط برونزر، مش هحط برونزر ولا كونتور ولا كده، علشان مفيش وقت ان انا اقعد ادمج بصراحة الصبح، فبستخدم البلاشر ده بس عشان يدي لون للبشرة. وفي برضو ممكن استخدم البلاشر اللي هم موجودين في باليت اماندا اللي انا وريتها لكم قبل كده، عملت عليها ريفيو كامل. او البلاشر ده حلو جدا، قوي جدا اللون بتاعه. المجموعة دي كلها حلوة. في درجة 05 او اللي هي 5 يعني، دي راح على مشمشي شوية، بس انا اللي معايا هي اللي راح على بامبي وعجباني جدا، فلازم يتحط بلاشر يعني علشان يدي لون للبشرة. بعد كده هنروح للعين. الحاجة الوحيدة اللي انا لا يمكن استغنى عنها هي بودرة الحواجب دي. لازم حواجبي املاها، علشان انا عندي فراغات فلازم املاها. والبودر دي حلوة جدا. هي فيها 3 الوان، فيها لون، لا فيها لونين بس سوري، لون غامق ولون فاتح، وبعد كده واكس علشان تحطيه قبل البودرة يعني علشان تثبت لك حواجبك. بس هي لونها حلو جدا وتليق على كل حاجة. البودر دي من رائعة يعني، انصح بيها اي حد يشتريها، وهي سعرها مناسب يعني تقريبا 55، بس هي ممكن دلوقتي بتغلى يعني، اورiflame كل شهر الحاجات بتغلى، بس هي الباودر دي كمنتج حلوة جدا وانصح بيها اي حد. بعد كده برضو للعين، هستخدم قلم كحل ابيض او بيج اللي معاكي. لو عينيكي ضيقة زيي تستخدمي قلم بيج او ابيض، يعني يستحسن بيج علشان يبان طبيعي اكتر. لكن لو عينيكي واسعة ممكن تحطي اسود، هيبقى حلو برضو عليكي، بس علشان يوسع العين اكتر ويفتحها وما يبانش ان انتي تعبانة وكده تحطي لون ابيض، هيبقى حلو جدا عليكي.
وبعد كده اخر خطوة للعين هي الماسكارا دي من ميبلين. زي ما بقول دايما اي ماسكارا انت عايزة تستخدميها هتكون حلوة جدا. الماسكارا دي بتطول، انا رموشي طويلة قوي، هي بس محتاجة بس لون او يعني تتكثف شوية، فدي حلوة جدا. دي اللي هي الكلاسيك بتاعتهم اللي هي تقريبا ب55 جنيه برضو، مش فاكرة بالظبط، بس هي حلوة جدا وانصح بيها اي حد، وسعرها مناسب، يعني حاجة يعني تعتبر من ميبلين رخيصة جدا يعني. بعد كده اخر خطوة اللي هي الشفايف. ممكن تحطي قلم زبدة، ده من لونة اللي هو بجوز الهند، مفهوش اي لون لاني ساعات بكون مستعجلة قوي. وبعد كده ممكن برضو تحطي الجلاس بتاعك او اي لون انت حباه من اماندا او كده، بس انا اللون اللي بستخدمه على طول اكيد عارفينه طبعا، الليب جلاس ده اللي وريته لكم في كذا فيديو قبل كده، اعتقد من اسمه شاينينج ليب جلاس، مش عارفه بصراحه، هو مش عارفه اسم ايه الماركه دي، ومتضايقه جدا ان هو قرب يخلص ومش عارفه الاقيه فين. بس تحطي الروج اللي انتي مرتاحه له، ويا ريت يكون لون خفيف وكده علشان الصبح، وهيبقى حلو جدا عليكي ان شاء الله. بس هو ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا اعجاب واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وما تنسوش تعملوا للفيديو شير علشان صحابكم يستفادوا منه. انا اسراء، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.